تتعجب قوي لما تلاقي صديق مسيحي يسجد للصليب، او يقول لك الصليب بيشفي، او بركة الصليب. طب اسمع الكلام ده كده. ايه كلمة الصليب؟ مش الصليب الخشب هو اللي فيه افتخارنا، ولا الصليب العار اللي هو اتصلب على المسيح، ولا وسيلة الاعدام دي هي اللي فيها افتخارنا. واتحدى فيكم واحد لو فكر شوية، هل العذراء كانت لابسة صليب؟ هل التلاميذ كانوا لابسين صلبان؟ هل فعلا كانوا بيفتخروا بالصليب زي ما انتم متخيلين؟ نو. هل كانوا داقين صلبان على صدرهم او على ايديهم؟ لا. امتى اول مره لبسوا صلبان؟ لما حصل ايام قسطنطين وهيلانا وصلبان، وعملوها على الشراب بتاعه الحروب وما اعرفش ايه. وبعد كده المسلمين لما دخلوا في القرن السادس لبسوهم صلبان تقيله وحصل لهم عظمه زرقاء في قفاهم والكلام ده كله. الصليب مش وسيله افتخار، ده وسيله اعدام. لكن كلمه الصليب هي حكايه الصليب، قصه الصليب، الحدوته كلها، الفداء نفسه. هو اللي عند الهالكين جهاله وعندنا احنا قوه الله، لان الله قرر ان هو يعمل القصه دي من البدايه. قال انا رايي هذا يكون ويثبت. انا قلت الكلام من البدء، في اشعياء يقول انا من البدء قلت لكم ورايي يكون ورايي يثبت. تمام. ما هو صعب جدا تقنع اي انسان عاقل ان قطعة من الخشب هي بتشفي او باخد منها بركة مهما تقول عليها. ايه كلمة الصليب؟ مش الصليب الخشب هو اللي فيه افتخارنا، ولا الصليب العار اللي هو اتصلب على المسيح، ولا وسيلة الاعدام دي هي اللي فيها افتخارنا. هو بالمنطق كده ازاي تسجد لوسيلة اعدام الهك؟ مش ده شيء عجيب وغريب؟ ازاي تفتخر بالوسيلة اللي كانت سبب اذى لالهك؟ مش دي حاجة برضو؟ يعني فكر كده، فكر فيها. المفروض الوسيلة دي بالنسبة لك تبقى كارهها، يعني منين ما تشوفها كده تحس بخنقة، لان الوسيلة اللي تهان بيها الهك، اللي تعاقب بيها الهك، اللي تعذب بيها الهك. صح ولا لأ؟ فكر. تعال بقى نفكر كلام عاقلين بقى. لما يكون قدامك خشبة او حديدة وانت عندك اقتناع ان الخشبة والحديدة دي بتشفي او بتاخد منها بركة او لاخره، لو ما كانش ده الشرك، امال الشرك يبقى ايه؟ تاني اهو. بص، هو الاعتقاد ان في قوة من اي حد الا الله ده لوحده شرك. القوة لله، ربنا هو مصدر كل شيء. فتخيل بقى انت عندك اعتقاد ان الصليب ده هو اللي هيشفيك، الصليب ده هو اللي هيديلك بركة. لو ما كانش ده اسمه شرك، يبقى الشرك ده ايه بقى؟ حد فيكم واحد لو فكر شويه، هل العذراء كانت لابسه صليب؟ هل التلاميذ كانوا لابسين صلبان؟ هل فعلا كانوا بيفتخروا بالصليب زي ما انتم متخيلين؟ نو. صحيح، يعني ده العذراء ولا كلمة عنها انها اتعاملت مع الصليب اساسا. التلاميذ نفس الكلام. ده ما يشغلش بالك؟ ما يشغلش بالك لحد شال صليب ولا حد دق صليب. لازم تعرف ان فكرة الصليب فكرة مخترعة عشان يحولك للشرك، يحولك من عبادة الله الواحد لعبادة خشبة. هل كانوا داقين صلبان على صدرهم او على ايديهم؟ لا. امتى اول مره لبسوا صلبان؟ لما حصل ايام قسطنطين وهيلانا وصلبان وعملوها على الشراب بتاعه الحروب وما اعرفش ايه. وبعد كده المسلمين لما دخلوا في القرن السادس لبسوهم صلبان تقيله وحصل لهم عظمه زرقاء في قفاهم والكلام ده كله. عارف اللي مركز قوي مع قسطنطين ده هيعرف ان هو اكتر واحد استغل المسيحية استغلال لمصلحته. يعني هو عمل من المسيحية مطية سياسية لأغراض عنده، وبالتالي حول المسيحية من دين إلى أوثان، إلى صلبان. وبدأ الصليب يستخدم كشعار، وبدأ يحطه في الحروب عشان يبقى دافع ومحمس للجيوش، ويستخدم المسيحيين كوقود. يعني يستخدم المسيحيين وقود عشان يحقق بيه أغراض سياسية
وطموحات عسكرية عنده. وانا نفسي يا صديقي المسيحي تقرا كتير قوي عن قسطنطين ده بالذات، يعني كمان عن مجمع نقيا، يعني هتفهم حاجات ما كانش في دماغك قبل كده. الصليب مش وسيله افتخار، ده وسيله اعدام. لكن كلمه الصليب هي حكايه الصليب، قصه الصليب، الحدوته كلها، الفداء نفسه. هو اللي عند الهالكين جهاله وعندنا احنا قوه الله، لان الله قرر ان هو يعمل القصه دي من البدايه. قال انا رايي هذا يكون ويثبت. انا قلت الكلام من البدء، في اشعياء يقول انا من البدء قلت لكم ورايي يكون ورايي يثبت. تمام. يبقى المفروض انت كمسيحي تصب اهتمامك مش على الخشبايه، مش على الخشبايه المتقطعه فوق، لا، على حوار الصلب نفسه، على موضوع الصلب نفسه. ده ان كان تم فيه صلب للمسيح. لكن خلينا في النقطة الجوهرية، انت ليه مهتم بالخشبة وناسي الحكاية؟ ليه مهتم بوثن وناسي اللي الصلب اساسا على قولك انت؟ طيب تنصحني بايه يا ابو اسامة؟ تنصح صديقك المسيحي بايه؟ اقولك اقرأ كتابك المقدس عن كثب باهتمام. اقرأ كل يوم سفر، كم عدد او كم اصحاح، لكن لازم تقرأ بفهم واستيعاب. كمان بقى، ودي اهم كمان، ركز معايا، لازم تقرأ تاريخ المسيحية وايه التغيرات والتطورات اللي حدثت على المسيحية، عشان تعرف اللي انت حاليا ابعد ما تكون عن المسيحية. صدقني، المسيحية عندما دخلت روما لم تصبح روما مسيحية، بل اصبحت المسيحية رومانية. دخل فيها الاوثان ودخل فيها معتقدات الرومان وتغيرت وانحرفت تماما. فانت كده مفكر نفسك مسيحي وانت ابعد ما تكون عن المسيحية. يبقى نصيحتي ليك القراية. الست فكرت وصلت اصلا ان كل هذا المظهر او المظاهر اللي بتمارس على انها مسيحية، لا، دي مش مسيحية، انت بتعبد خشبة. مفيش حاجة اسمها صليب للعبادة.